عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ ازيكم يا متابعين الحلوين. احنا كنا بره بنجيب حاجات ورجعنا البيت. جبنا ورجعنا البيت. قبضت الحمد لله، بس مش عارفة في مشكلة في القناة بتاعتي، مع انها الحمد لله انا حققت الشروط خلاص اللي هي كل الشروط، بس في مشكلة كده. ادعولي ان هي ما تأثرش بالسلب. عارفين يا جماعة انا زي اللي جري 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 ورجع تاني نفس نقطة البداية. يا رب بس ان شاء الله ان هي ما تكونش حاجة. القناة بتاعتي يوميات هاني وانتصار. انا بشتركوا فيها. اشتركوا عندي انا، هظبط لكم اللينك الفيديو ده. عارفين والله بكلمكم بإخلاص، انا ما بحبش اصدر طاقات مش ايجابية ابدا. بس عارفين ايام ما كنا بنمتحن ونصحى بدري اللي هو جوه منك فيه قلق وخوف وتوتر، القلق بتاع ايام الامتحانات دي انا فيه دلوقتي. يعني ما هو يا اللي هي خلاص القناة كده تمام ومعلهاش مشاكل، وحتى انا عشان محدش يقول، يعني انا هنزل لكم صورة لان انا عملت شورت سكرين من الرسالة اللي جايه لي من اليوتيوب، انها بتقول لي ان هو تم تغيير اسم القناة بتاعتك لأم اسقاط، وان لو انت ما عملتيش كده فحد عمل اعدادات الجهاز. المهم انا هوريكم الصورة اللي انا عاملاها. كمان انا حابة اشكر قوي قوي انسانة محترمة جدا صاحبة قناة اسمها الطبيخ على النار، لسماح، لان هي بتتواصل معايا بامانه وعماله يعني حرف حرف تقول لي اعملي كذا وسوي كذا وما تخافيش وما تقلقيش. وكلنا في الاول كنا كده، وياما قنوات اتعملت ورجعت تاني، اتهكرت ورجعت تاني. يعني انا دلوقتي القناه اصور واعرض بس، انا مش عارفه ايه الحاجه الغريبه دي اللي انا عندي. اجماليا انا مش عايزه اصدر لكم طاقات مش ايجابيه. نستعين بالله دايما ونعرف ان كل حاجة مقدر ومكتوبة عند ربنا وما فيهوش مفر. ليه رزق هيجي زي ما قلت لكم، ولو على ظهر عدوك ربنا هيبعتهولك. دي حاجة انا مقتنعة بيها، بس ما يمنعش ان احنا بني ادمين من حقنا ان احنا نزعل نتوتر نشيل جوانا كده ونرفع ايدينا لربنا ونقول يا رب اللهم كن لي ولا تكن علي، اللهم سخر لي الارض ومن عليها. يلا نخش بقى في الموضوع وهوريكم احنا جبنا ايه. اولا احنا جبنا طبعا سندوتشات كفته جاهزه، لان مش لسه هعمل، انا بكره هطبخ. ماشي. وورينا يا يوسف. ده بتنجان ابيض على بتنجان اسود صغير. البتنجان الابيض ده هاخد منه اللي هي الكبيره شويه واحشيها. البتنجان الاسود ده الصغنن بحبه جدا في التخليل، والايام دي ايام الملوخيه والباميه وايه بقى يا سيدي، الحمد لله والله. وده فلفل حشو، الكيلو ب20 جنيه، جبت 2 كيلو. دي اول شنطه. احلى حاجه في الشنط دي بيديني شنط كبيره بفرح بيها اول البصر. ايوه ماما قولي. هات الكيس التاني يا عمري. ما جبناش بطيخ. اوبا هيموت على بطيخ، بس البطيخ كله الايام دي اقرع، هي ناقصه قرعان. هات يا عمري. اوبا ودي لست. طب ازازه ميه بسرعه يا ماما. لا عينيا يا ست يا حبيبتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي طماطم الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو طماطم، وحزمة خضرة ب5 جنيه. ودول جبت 2 كيلو الخوخ ب40 جنيه، وبرده كيس عشان البصل. وجبت بقى جبت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وجبت بقى كيلو لحمة، الصوص
بصوا دي في حتة عظمة قد ايه. جبت كيلو لحمة ب280 جنيه النهاردة، يعني كويسة أسعار. وبس. وجبت شيبسي طبعا عشان الأكل. دي لحمة. جبنا لحمة. ادعوا لي والنبي ان انا القناة بتاعتي تتفعل وتتقبل وما يكونش فعلا حد هكرها، ونوصل لان المليون. انا لما بعمل حاجة اسمها جوجل ادسنس اللي هو العنوان البريدي، فوجدت ان هو بيقول لي ان انتي عاملة عنوان قبل كده. انا لا اعرف اعمل عنوان بريدي ولا اعمل اي حاجة خالص، يعني انا ما عنديش لسه. الثقافات دي جديدة، انا اول مرة بعملها. مين عمل ومين ربط الجوجل ادسنس بتاعه بقناتي وانتهت كده؟ هل هي خلاص كده انتهت؟ معقولة؟ نحسن الظن في الله ونقول اللي جاي احسن. واقول لكم لا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله بصوا الشيبسي. بص الشيبسي ما جبناش. امي بتقول لي جبتوا لنا كاراتيه، فبقول لها لا. على فكره احلى حاجه ان انا عندي امي وابني الاثنين بحسهم، يعني امي دلوقتي هي بنتي برضه، انا بعتبر امي دلوقتي بنتي، ربنا اللي يشهد. بعملها معامله بنتي في كل حاجه تتخيلوها. شكرا مليون شكرا مليون شكر. فانا لو جبت ليوسف شيبسي لازم اجيب لها شيبسي، كل ساعه بجيب لها ساعه. يعني الاثنين ولادي يعني دلوقتي اي حاجه، يعني اي حاجه في كل حاجه تتخيلوها. نصلي على النبي. وانا بكلمكم ربنا يشهد وانا قلقانه قوي، بس ان شاء الله خير وعشمي في الله. وشكرا ليكم وشكرا لدعمكم وشكرا ان انا وصلت كم المشاهدات ده كله وحققت الشروط كلها. فاضل بس هي الخطوه اللي جايه وتوصلونا المليون ان شاء الله. لا اله الا الله سيدنا محمد. شكرا. باي باي.